فهذا يعني أمر مهم جدا يجب أن نتنبه له، لأن بالعربي الفصيح وبالكلام الصريح، خلينا نقولها بصراحة، أنا من النوع اللي ما أحب أجامل ولا أحب أغش نفسي ولا أغش إخواني. دعوتنا السلفية بدأت تضعف، والسلفيين بدأوا يتفرقون، السلفيين بدأوا يتفرقون، وكل شوي متصل علي واحد من منطقة: يا شيخ عقب بعد ما كنا كذا أصبحنا عدة مجموعات. وكل ما جاني شاب صغير يبي يثبت لي أنه ما شاء الله هو المجرح المعدل، سوالي فتنة. فيجب علينا أن نتنبه ونحافظ على دعوتنا السلفية. ولذلك المشايخ اللي أعرف أن المشايخ الكبار كلهم انتبهوا لهذا، ولذلك كلكم تلاحظون نصائح شيخنا الشيخ ربيع، خاصة تلاحظون الشيخ ربيع في الآونة الأخيرة بدأ يكثر من النصح على تآلف السلفيين، على اجتماع السلفيين، لأن الوضع اللي قاعد يصير هذا ما هو طبيعي، وضع لدرجة أن في ناس مندسين هذه ما تبي لها كلام، هذا احنا متأكدين منه. وفي ناس جونا من جماعات كانت كذا ودخلوا وبدأوا يشتغلون، بل في ناس ينتمون لبعض الدول الأجنبية هم استخبارات. ودخل بين السلفيين، وتلقى شغلته الشاغلة لا يطلب علم ولا شيء، شغلته الشاغلة إيش قال الشيخ فلان بالشيخ فلان، وإيش قلت فلان بفلان، وينجز عند الشيخ فلان وحاط مسجل، ما يعلم من الشيخ إنه يسجل، لا حاط مسجل بجيبه وفاتح التسجيل، ويتصل وهو يسجل ويسأل عن فلان، والآن هذا انشره، ويسأل عن فلان ويسأل عن فلان ويسأل فلان، ويأتي الشيخ فلان يقول الشيخ فلان كذا. الحمد لله المشايخ ما هم صغار سن، يعرفون أن النميمة حرام، لابد أن يردون هذا أمثاله. الشيخ ما ظن الشيخ يسمع كل من هب ودب، أنا أسمعك، هذا الشيخ أعرفه من 30 سنة، أنا وياه ندعو الدعوة السلفية، تأتيني أنت ما أعرفك من فين جيت أنت، تأتيني تقول يا شيخ هذا الشيخ